السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين دينا ولميس. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة جديدة من حلقات وصفات من مطبخي مع دينا ولميس، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن خالتي فرنسا الحقيقية وحوارها الكامل مع جريدة الفجر الفني، واللي قالت فيها أنا البطلة المجهولة لأفلام عبلة كامل. لو أول مرة تزوروا قناتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايكات الجميلة منكم. يلا مع بعض نروح نتابع الفيديو بالكامل بعد الفاصل. هذا الفيلم من وحي قصة حقيقية، جملة اعتاد رواد الشاشة الفضية قراءتها بعد نهاية معظم الأفلام السينمائية، وأفلاما أخرى مرت مرور الكرام. استوحى كتابها قصصها من وقائع حقيقية دون أن ينسبوها إلى أصحابها الأصليين. ولكن هل سألت نفسك يوما، هل لكاتب السيناريو والنص دورا في تحريف الحقيقة وتجزئة النص من مضمونه؟ ولكل قصة حقيقية لمسة من وحي خيال كاتب النص، ما عدا الأفلام المرتبطة بأحداث تاريخية. بطلنا في هذا الفيلم سيدة أثارت جدلا واسعا، وأصبحت اسما يتردد حتى وقتنا هذا. إنها منى أحمد هريدي، التي جسدت شخصيتها الفنانة القديرة عبلة كامل، وذلك من خلال شخصية خالتي فرنسا البلطجية المأجورة من أجل حفنة جنيهات. عن شخصية خالتي فرنسا التي لمعت بعد مرور 15 عاما من طرح الفيلم، ومن هي وعلاقتها بالفنانة عبلة كامل، هذا الحوار مع السيدة منى هريدي إليكم نصه. كان رد السيدة منى هريدي في حوارها مع جريدة الفجر الفني لما قالت: دخلت فيلم خالتي فرنسا 6 مرات لفرحتي بيه، ورفضت رفع دعوى قضائية ضد عبلة كامل لاستغلالها شخصيتي في أفلامها. اسم فرنسا نتاج تنفيذ نصائح أبي، لا تربطني أي علاقة بعبلة كامل، ولم تعلمني باستخدامها شخصيتي خالتي فرنسا في فيلمها الجديد. أنا البطلة المجهولة في أعمال عبلة كامل. صناع خالتي فرنسا درسوا شخصيتي وجهزوا للعمل دون علمي. معلومات لا تعرفها عن خالتي فرنسا الحقيقية: منى أحمد هريدي أم وأب ل4 أولاد وبنت، لم تكمل دراستها وتركت المدرسة في الصف الثالث الابتدائي. بدأت العمل مع والدها في ال10 من عمرها كبائعة فاكهة بالسوق، وفي الأوان الأخيرة التحقت بفصول محو الأمية. أما عن شهرتها خالتي فرنسا فقد أطلق اللقب عليها منذ الصغر، وهو نتاج تنفيذ نصائح والدها الذي أعطاها إياها حين قررت العمل معه، وكان من أبرزها كونها كالرجال ولا تفرط في حق من حقوقها، وأنها تحارب من أجل لقمة العيش وتجنب ظلم الناس. وما السبب وراء شهرتها بشخصية خالتي فرنسا؟ الفضل في شهرتها بهذا اللقب وشخصيتها يرجع إلى الله عز وجل، ثم المصور مصطفى الشرشابي. وكانت دائما تقول أنه يقوم بتصويري عندما يقابلني أثناء ممارسة عملي، سواء كان بيع اسطوانات الغاز أو العيش، وتقدم للمشاركة بتلك الصور في عدد من المسابقات ونال عنها جوائز كثيرة. وعن علاقتها بالفنانة عبلة كامل، وهل كان لها لقاء معها قبل فيلم خالتي فرنسا؟ قالت: فهي لا تربطها أي علاقة بالفنانة عبلة كامل على الإطلاق، وإلى الآن لم يسعدها الحظ لمقابلتها حتى بعد الشهرة التي اكتسبتها من خلال السوشيال ميديا بعد التعرف على شخصية خالتي فرنسا الحقيقية. وأتمنى أن أشاركها ولو بمشهد واحد في أحد أعمالها. وعن شعورها عندما علمت بطرح فيلم يحمل اسم خالتي فرنسا، فرحت بشدة، ومن شدة فرحتها حضرت الفيلم 6 مرات متتالية، وذلك لأنها في المرة الأولى لاحظت أنه يروي 80% من قصة حياتها والتي عانت فيها من ظروف المعيشة. وكانت فرحتها الأكبر عندما وجدت أن من جسدت شخصيتها هي الفنانة عبلة كامل،
وعند سؤالها هل رأيتي أي تشابه بينك وبين الفنانة عبلة كامل غير شخصية فرنسا، قالت أنها طول الوقت كانت تشعر أن هناك تشابه بينها وبين الفنانة عبلة كامل، وذلك في الكثير من العادات والصفات، وجاءها هذا الشعور من خلال معرفتها بالأشياء التي تحبها والتي نتشابه فيها، مثل عشق التواشيح والتواجد بحلقات الذكر والمديح وعدم ترك الحقوق. وعند سؤالها هل فكرتِ في رفع دعوى قضائية لتقاضي أموال مقابل استغلال شخصيتِك من الفنانة عبلة كامل، قالت: في الحقيقة لم أفكر في أخذ مقابل، وذلك لاستغلال الفنانة عبلة كامل لشخصيتي، على الرغم من عرض أحد المحاميين أن أتقدم ببلاغ ضد الفنانة عبلة كامل، ووعدني بأن أتقاضى منها الملايين، ولكنني رفضت، وأنا لا أحتاج للمال، فلدي مصدر رزق يكفي معيشة أولادي وظروفي. وفي الأول وفي الآخر هذا رزقها، وهي استخدمت شخصية ليست أكثر، وهذا لم يؤثر علي في أي شيء. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، واللي عرضنا فيه معلومات مهمة عن السيدة منى هريدي، والمعروف عنها باسم الشهرة خالتي فرنسا، واللي جسدت شخصيتها في السينما المصرية الفنانة القديرة عبلة كامل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، ولو أول مرة تزوروا قناتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كنتم مع وصفات من مطبخي مع دينا